ب8 قطعتين هتروحي تشتريهم من المخبز، هنملأ البيت كله خير. النهاردة هوريكم ازاي نعمل باتيه الأفران بطريقة في منتهى السهولة، وازاي يطلع معانا هش ومورق ومفيهوش ولا غلطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اليوتيوب، أتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. نبدأ كده ونقول بسم الله. في الطبق بحط 1.25 كوباية من المية الدافية، 2 معلقة كبار من السكر، و1.5 معلقة كبيرة من الخميرة، يعني حوالي 10 جرام، 2 معلقة كبار من الحليب البودرة، ولو مش متوفر الحليب البودرة تقدروا تستبدلوا المية باللبن أو بالحليب. بحط معاهم كمان 1 معلقة صغيرة من الخل و1/4 كوباية من الزيت، وبنقلبهم بالمضرب اليدوي كويس قوي لحد بس ما نتأكد إن الخميرة والسكر دابوا تماما. في الطبق التاني عندي 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كده نص معلقة صغيرة من الملح، وبقلبهم كويس مع بعض، وباخد بقى الدقيق واحطه على الخليط السائل بالطريقة دي كده، يعني بالتدريج. ما بحطش الدقيق كله مرة واحدة، يعني حوالي كده بحط نصه وبعدين بحط النص التاني على مرحلتين، يعني بنضيف شوية ونقلب في الخليط السائل لحد ما الدقيق بيختفي، وبنضيف شوية للباقيين، وبنبدأ بقى نلم العجينة كويس قوي. لو حسينا ان العجينة لينة في ايدينا بزيادة او بتلزق بالشكل ده، هنضيف لها معلقة دقيق ونقلبها تاني مع بعض، ونفضل بقى نعجن فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما بتبقى ناعمة وبالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بنحط كده شوية زيت في الطبق ونمسح العجينة بيهم، وبعدين نغطي عليها بورق استرتش او بفوطة، وبنحطها بقى زي ما هي كده في مكان دافي لحد ما بتخمر ويتضاعف حجمها، وتبقى عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنشيل بقى من عليها ورق الاسترتش وبنديها بوكس محترم، بنهبط بس او بنخرج الهواء الزيادة اللي فيها، وبنلم العجينة على بعضها بالشكل ده، وبناخدها بقى على السطح ممسوح مسحة زيت، وبنقسمها ل4 أجزاء. بناخد أول جزء من العجينة وبنلمها لتحت كده، وتاني جزء، وبنعملهم كلهم بنفس الطريقة. وأكيد الأفضل إننا نحطهم في طبق ممسوح مسحة زيت ونغطيهم كده بفوطة أو بورق استرتش علشان العجينة ما تنشفش. وبناخد أول جزء كورناه في الأول خالص، وبنبتدي بقى نفرده بالطريقة دي كده، يعني فردة بسيطة كده للعجينة بإيدينا، وبعد كده بنفردها بالنشابة. بنفرد العجينة على شكل مستطيل بسمك نص سنتي كده تقريبا، وتقدروا كمان بالسكينة تساووا الأطراف كده، يعني تخلوا العجينة على قد ما تقدروا بشكل مستطيل أكتر علشان نقدر نقسمها. بالزبدة بنسيحها بس حاجة بسيطة كده على النار، وبندهن بيها سطح العجينة بالطريقة دي كده. وعادي جدا لو استبدلتوا الزبدة بالسمنة، مفيش أي مشكلة. بنبتدي بقى نقيس العجينة كده بإيدينا على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. تقدروا تعملوها بقى بالنظر، تقدروا تعملوها زي ما انا عملت كده وقست بايديا، زي ما تحبوا. بنساوي بس العجينة، وبقفل اول طرف من العجينة، وبعدين بلفها بالطريقة دي كده، واخر جزء من العجينة بقفله كويس جدا. نتأكد ان العجينة اتقفلت كويس قوي علشان ما تفتحش بعد السوا، وده بيبقى شكلها. بنعمل الأجزاء التانية بنفس الطريقة، بنقفل أول طرف من العجينة وآخر طرف بنقفله كويس جدا. وفي المرحلة دي تقدروا تحشوها جبنة أو شوكولاتة مكعبات صغيرة كده، ما ينفعش نوتيلا خالص، هتطلع لبره وهتنشف في الفرن. الأفضل النوتيلا نحشيها بعد لما العجينة تستوي، لكن لو هتحشوها جبنة عادي خالص تقدروا تحشوها في المرحلة دي. بنخلصهم بقى بنفس الطريقة كده، وبنحطهم على ورقة زبدة أو في صينية مدهونة بالزيت، وبنغطيهم بفوطة ونسيبهم 10 دقايق ربع ساعة يخمروا كمان مرة. شايفين بقى ما شاء الله بعد لما اختمروا للمرة التانية اتضاعف حجمهم ازاي، بصفار بيضة عليها شوية من الخل أو شوية من الفانيليا لو هتخلوا الحشوة مسكرة، وعليهم شوية من الحليب أو المية، وبندهن بيهم وش العجينة بالطريقة دي. مش عايزين تدهنوا العجينة بصفار بيض، تقدروا تستبدلوه بشوية من الحليب مدوبين فيهم نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. وآخر حاجة بقى بنرش رشة سمسم أو حبة البركة، والفرن بكون مولعاه قبلها ب10 دقايق يسخن كويس قوي على 180 مولع من تحت. بس بحط الصينية على الرف الوسطاني، وبتابع بقى العجينة لحد ما بتاخد لون حلو من تحت كده، ولو لسه ما أخدتش لون من فوق بولع لها الشواية تاخد اللون الحلو ده.
وخطوة مهمة جدا لكل المعجنات، أول ما بتخرج من الفرن بنرش عليها كده مية ببخاخة، حاجة بسيطة، وبعدين بنغطي عليها وهي سخنة، بتبتدي تطرى أكتر وأكتر وبتبقى جميلة قوي قوي. وشوفولي بقى ما شاء الله الجمال والحلاوة. مش محتاجة أقولكوا إن ريحة المعجنات لوحدها في البيت راحة نفسية. وفي مثل بفتكره دايما لما باجي أعمل معجنات: البيت من غير دقيق حاله يضيق. العجينة ما شاء الله الله أكبر ما فيهاش ولا غلطة. علشان بقى نقدر نحشيها بالنوتيلا بالعود الخشبي، بعمل فيها كده ثقب من تحت، وبحط الشوكولاتة أو النوتيلا في الكيس الحلواني، وببتدي أحشيها بالطريقة دي. الحشوة بقى بتفضل طرية وجميلة، ويعني ما بتنشفش أبدا جوه العجينة ما شاء الله ولا غلطة، ريحتها وملمسها تحفة. متأكدة إنكم اتحمستوا وهتقوموا تجيبوا الدقيق والمية وتعجنوا وتعملوا أحلى باتيه لولادكم. وأكيد هكون مستنياكم تبعتولي تطبيقاتكم بالصور علشان أحطها في الستوري عندي. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة يا حلوين.